الحبهان أو الهيل من أغلى التوابل في العالم، وناس كتير حاولت تزرعه وفشلت، فافتكروا إن النبات صعب، لكن الحقيقة إن الحبهان مش صعب، هو بس بيتزرع غلط. الحبهان نبات استوائي، يعني بيحب الرطوبة والظل وبيكره الشمس المباشرة. أول غلطة بتخلي الزراعة تفشل إن الناس بتحطه في الشمس القوية، وده بيعمل حرق للأوراق ويموت النبات حتى لو الري مظبوط. طريقة زراعة الحبهان من البذور لازم تكون بذور طازة من حبهان أخضر، مش ناشف ولا قديم. البذور تتفتح من الكبسولة وتتنقع في مية فترة لمدة 24 ساعة علشان تساعد على سرعة الإنبات. التربة من أهم عوامل نجاح زراعة الحبهان، لازم تكون تربة خفيفة وجيدة الصرف، وأفضل خلطة للتربة هي بتموس وكمبوست ورمل بنسبة 1:1:1. التربة التقيلة أو اللي ما فيهاش صرف بتسبب عفن للجذور، وده من أكتر أسباب فشل زراعة الحبهان. الزراعة بتكون على عمق بسيط جدا، حوالي 2 سم بس، وبعد الزراعة الري يكون خفيف ومنتظم ومن غير غرق. بذور الحبهان بتاخد وقت في الإنبات، وده طبيعي، وبتظهر غالبا خلال 3 إلى 6 أسابيع، فلازم الصبر. مكان زراعة الحبهان لازم يكون فيه إضاءة قوية، لكن من غير شمس مباشرة، زي البلكونة أو تحت شجر عندك. ودرجة الحرارة المناسبة للحبهان من 18 درجة ل 30 درجة، وأي حرارة أعلى أو أقل بتبطأ في النمو. بالنسبة للري، الحبهان بيحب الرطوبة لكن بيكره الغرق. الري لما سطح التربة ينشف، والري يكون بلل ما يكونش غمر. الغرق بيعمل اصفرار للنبات ويموت الشتلات. التسميد في الحبهان بسيط، ويفضل يكون سماد عضوي خفيف مرة كل 15 يوم. سماد عضوي سائل بجرعة قليلة. الأسمدة الكيماوية التقيلة أو الأزوت العالي يضر بالنبات أكتر ما ينفع. ناس كتير بتسأل هل الحبهان ينفع يتزرع في مصر؟ الإجابة أيوة، لكن مش في أرض مكشوفة. أفضل نجاح ليه يكون في قصيص أو أماكن ظل ما تتعرضش للشمس المباشرة، لأن شمس الصيف عندنا حامية جدا. ولازم نكون واضحين، الحبهان مش محصول سريع. الإنبات في الحبهان أو بيثمر بعد 2 إلى 3 سنين علشان يبدأ يظهر ويثمر، لكنه نبات معمر وإنتاجه عالي وسعره مرتفع، فالصبر عليه بيكون مجزي. الخلاصة إن نجاح زراعة الحبهان بيعتمد على 3 حاجات: تربة خفيفة وظل وري معتدل. لو ال3 دول اتظبطوا، نسبة النجاح بتكون عالية جدا بإذن الله. لو استفدت من الكلام ده سيب تعليق، ولو حابب تعرف أي معلومة عن رعاية الحبهان بعد الإنبات اكتب لي كلمة حبهان، وإن شاء الله أشرح لك بالتفصيل في فيديو تاني.